يا صباح الخير والسعادة والهنا والرضا والجمال على كل عيون متابعين الحلوين اللي بيتابعوني من كل مكان. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة بقى يوم جديد وروتين جديد، وهنبدأ مع بعض تنظيفات شتوية عميقة هتعجبكم جدا وهتشجعكم ان انتوا كده تقوموا تشقلبوا الشقة. بس زي ما اتفقنا مش بتتشقلب كلها مرة واحدة، بنعملها على فترات، بحيث يعني بصوا كل ركن في الشقة هنعمله ونخليه زي الفل كده بينور. قبل ما نبدأ بقى ما تنسوش تحطوا لي لايك من ايديكم الحلوة، ولو انتم مش مشتركين عندي في القناة تدوسوا على زر اشتراك اللي هتلاقوه موجود تحت الفيديو، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وتعملوا شير مع كل اصحابكم وحبايبكم. ويلا بينا نبدأ ونسمي الله ونشوف هنعمل ايه النهاردة في يومنا مع بعض. الصباح اللي زي ده انا بسميه صباح النظافة والنشاط والهدوء والطاقة الإيجابية والروايح المنعشة. بدأت بالريسبشن معاكم الفيديو اللي فات وهنكمله مع بعض الفيديو ده. اول حاجه بدات بيها، بدات ان انا بقى اشيل الستاير علشان اغسلها كويس وتتعقم وتتشمس واطبقها واشيلها بقى في الدولاب لحد ما نيجي نفرش مع بعض. بعد ما نخلص كل حاجه ونطبق الدواليب ونعمل كل حاجه هنفرش ان شاء الله. ودي بالنسبه لي اكتر يعني اكتر جزئيه انا بحبها، لحظه الفرش كده، خصوصا بقى لما اكون جايبه مثلا بديل سجاد جديد. انا جايبه بديل سجاد جديد بالمناسبه، وهقول لكم على الاسعار والمكان، اسعار رخيصه جدا، وكمان الديزاينات والالوان، كل الالوان يعني مهما كان الالوان بتاعت شقتك هتلاقي اللي يناسبك على طول. خلصت الستاير، شلت منها بقى اللي هي المشابك، وبعدين حطيتها في مكان في الادراج بتاعه المكتبه بتاعه التلفزيون، بحيث ابقى فاكره وما تضيعش مني. وبالمناسبه لما يعني خلاص انا ساعات بنسى كتير لما بكونش نايمه كويس، فبرجع للفيديو تاني اتفرج عليه واشوف انا عينت الحاجه فين. يعني الفيديوهات انا بتفرج عليها زيكم بالظبط. ممكن ما تشيلوش الحلقان وتروحوا جايين ضامين الستاير، الجزء اللي بيكون فيه الحلقان من فوق، وملبسينها شراب، او ممكن شرابين في بعض ومقفلينها كويس رابطينها كويس، وتروحوا جايين حاطينها في الغساله. لو انتوا مثلا بتخافوا المشابك تضيع منكم، او مثلا بتكسلوا تشيلوها وترجعوا تركبوها تاني، او تشيلوها وما تعرفوش تركبوها، فده برضو حل. بس انا بصراحه بخاف لا مشبك يقع في الغساله. الغسالات دلوقتي والاجهزه اسعارها بقت حاجه صعبه، فبحاول على قد ما اقدر ان انا احافظ على الاجهزه اللي معايا، لان يعني لو حاجه باظت لا قدر الله فمحتاجين مبلغ كبير علشان نقدر نجيب الجهاز ده تاني. بدأت ان انا اشيل الشيلة بتاعة الركنة ونفض من تحتها كويس جدا. عايزة اقول لكم بقى كان في نمل، لان كان في فتافيت اكل، وكان في حاجات كتير قوي، وكان في وبر وحاجات. انا بصراحة يعني في حاجات كانت ضايعة مني، انا لقيتها تحت الشلت في المكان اللي بيكون بين الركنة والشلتة كده تقريبا. زين كان بيوقع الحاجة وما كانش بيقول لي، فبدأت ان انا انفضهم كويس جدا من اي حاجة، من اي اتربة، علشان هنعمل دلوقتي تنظيفة عميقة للركنة، هنرجعها مع بعض جديدة وهوريكم النتيجة. وهتقولوا لي فعلا عندك حق، مهما كانت الركنة بتاعتك فيها بقع، يعني فيها أتربة كتير، عندك أطفال وملحوسين ومبهدلين والدنيا بقى عندك ايه زي ما بيقولوا كده خربانة، فهرجعها لك جديدة وبتبرق وزي الفل. ومش كده وبس، لا وكمان ريحتها هتبقى، بصوا يعني الريحة هتفضل ثابتة فيها لأطول وقت ممكن. شفت في التعليقات كذا حد منكم كان بيقول لي عايزين نتواصل معاكي، فعشان كده في الوصف تحت اسم القناة على طول سبت لكم الرقم بتاع الواتساب، تقدروا بقى تبعتوا لي عليه واللي انتوا عايزينه بقى. يعني ادخلوا كلموني كده في اي وقت، واي حاجة انتوا عايزينها هتلاقوني معاكم على طول. وفي حاجة كمان انا يعني بفكر ان انا اعمل دعم للقنوات المبتدئة، سواء بقى روتينات، سواء طبخ، سواء اي حاجة، بس بشرط ان هي تكون فعلا بتقدم محتوى كويس ومحتوى جديد ومحتوى مختلف. هكلمكم عن الموضوع ده ان شاء الله بالتفصيل الفيديو الجاي ان شاء الله. شلت ستارة الاطفال مع الستاره بتاعه الريسبشن ومليت البانيو ميه، والخطوه دي مهمه جدا. لازم قبل ما نحط الستاير في الغساله لازم نحطها في البانيو بحيث تنزل كل الاتربه اللي فيها، لان لو شلناها كده من على يعني من على الماسوره بتاعتها وخدناها على طول حطيناها في الغساله وهي مليانه الاتربه دي كلها، فهتحسوا ان هي ما نطفتش قوي، وهتلاقوا ان الدنيا اتبهدلت اكتر. خصوصا ان انا بغسلها على الدورة اللي هي بتكون 20 دقيقة. انا مش بحب اقعد الستاير في الغسالة كتير، يعني هي 20 دقيقة كفاية جدا. خصوصا ان زي ما قلت لكم هنزل منها كل الاتربة. بصوا المية كانت عاملة ازاي، المية حرفيا كانت بشعة.
رحت جايه مغيره الميه. انا غيرت الميه مره واتنين وتلاته لحد ما الميه بقت نظيفه. هتقولي لي طب ما هي تتغسل في الغساله. هقول لكم زياده نظافه وزياده تعقيم. ويعني بصوا هتديكوا لمعه كانكم فعلا لسه شاريينها جديد بالظبط. انتوا شفتوني غيرت الميه اهو، ورجعت قفلت البيبه بتاعه البانيو تاني، ورجعت شغلت عليها الميه، وبسيبها على الحال ده 3 مرات، وبعدين بصفيها كويس جدا واشيلها احطها في الغسالة. يلا بقى هنعمل دلوقتي مع بعض الخلطة او التركيبة اللي هننضف بيها الركنة علشان نرجعها جديدة. اول حاجة بجيب بولة، مش عايزاها كبيرة قوي لان كل شوية لو الركنة عندنا متبهدلة هنضطر ان احنا نغير المية والخلطات دي. فبجيب بولة وبحط فيها زي كوبايتين كبار من المية تكون سخنة، بس مش سخنة اللي هي تلسع ايدينا، لا يعني زي ما بيقولوا مية فترة كده زي دمعة العين. وابدأ بقى احضر الخلطات بتاعتي. اللي هو اول حاجة ستريس ده رهيب. انا استخدمته قبل كده معاكم على السيراميك بتاع المطبخ، بيشيل الدهون في ثواني، وبرده بيستخدم على المراتب وبيستخدم على الركنة الانتريه. الحاجات دي كلها بينظف كويس جدا وبيشيل اي بقعة. وكمان هستخدم بريكس، بس ستريس بحط منه ببخ منه كده 5 6 بخات مش اكتر من كده. ولو عندنا بقعة صعبة بقى وعنيدة بروح على المكان في الركنة مباشرة او الانتريه او المرتبة، ومباشرة كده بروح جاية رش عليها وسايباها 5 دقايق ومسحاها. بصوا في ثواني بتكون القماش نضف معاكم. بعد كده بريكس برضو بيدينا ريحة ولمعان غير النظافة بتاعته. بس يعني حطوا ربع غطا او اقل من ربع غطا كمان. واخر حاجة عشان تدينا ريحة حلوة هو فريدة او فلفليدا، اي ريحة بقى انتوا بتحبوها. ممكن كمان تستخدموا فريدة اللي هو بتاع منظف الارضيات، يعني كلهم حاجة واحدة. بعد كده جبت اللي هو الغطا، اصغر غطا حلة عندي، وفوطة مطبخ تكون نضيفة زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين ببدأ بقى ان انا البس الغطا بالفوطة كويس جدا. والحركة دي هتساعدنا ان احنا ننظف الركنة يعني بصوا بسرعة، وكمان هتبقى نضيفة ومش هتاخد مننا وقت ولا مجهود ولا اي حاجة خالص. خدت بقى جبت كرسي كده وبحيث ان انا احط عليه البولة علشان مفيش اي مية تقع على الركنة. وبدأت بقى ان انا اخد الفوطة واحطها كويس جدا في الخليط ده. وبعدين اعصرها، لازم تتعصر كويس برضو، بس بحيث يعني مخليش الفوطة ناشفة قوي من المية او السوائل دي، علشان لازم يكون في رطوبة في الفوطة علشان تقدر ان هي تشيل اي اتربة او اي حاجة مش نظيفة. بدأت بقى ان انا فردت الفوطة برضو لما بتتبل بتدي معاكم مطة اكتر، عاملة زي الاسترتش كده. فبروح جايه ملبساها في الغطا، والاربع اطراف بكون ماسكاهم على الايد بتاعه الغطا من فوق كده كويس. وببدا بقى بصوا كانكم بتكووا هدوم بالظبط، يعني كانكم فاردين ترابيزه المكوى وبتكووا هدوم بالظبط. بمشي عليها بقى، يعني في اللحظه دي خلي عندكم شويه طاقه شويه، بحيث الاتربه تتشال معاكم بسهوله وعلى طول. يعني ما تقوليش لا انا هخاف على الركنه اللي يحصل لها حاجه، يعني هي احنا مش بنعمل بحاجه مثلا خطر، لا فاشتغلي براحتك عادي خالص، ما تقلقيش من اي حاجه. وعايزه اقول لكم غطا الحله ده لو جربتوه سواء بقى في مرتبه انتريه ركنه كراسي سفره هتحسوا بالفرق. يعني بصوا تحفه تحفه تحفه. لو انتوا بقى شطورين كده وهتبداوا تتنشطوا وتبداوا تنظيفات الشتاء زي ما انا بدات، فحاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تبداوا يومكم من بدري. يعني مثلا عندكم اطفال ما شاء الله ربنا يبارك، فطبيعي هما المدارس بدأت فهتصحي معاهم بدري، هتلبسيهم هتعملي لهم اللانش بوكس هينزلوا. ما تناميش بقى، لا ما تناميش معلش، تعالي على نفسك وما تناميش. لو خطفتلك كده ساعة ساعتين والله هتكوني مخلصة حاجات كتير جدا. انا بقول لكم سبحان الله انا بحس وقت الصبح ده في بركة يعني مش طبيعية. فعشان كده اغلب حاجاتي انا بحب اعملها الصبح. بس بما اني عندي طفل لسه عمره اقل من سنتين، فانا مجبرة ان انا بظبط نومي، وقت ما بينام انا بنام ووقت ما بيصحى انا ما بصحى. بس اوقات بكون مثلا سايبه لوالدتي او اخواتي فنايمه كويس، فاول ما بينام ببدا بقى انا اتجول في الشقه واشوف الحاجه اللي محتاجه تتعمل واعملها. يعني الفيديو اللي انا عاملاه لكم النهارده ده انا ما صورتش كله ورا بعضه كده، لا يعني انا بقيت اعمل حاجه وارتاح شويه واشوف هو محتاج ايه واقعد معاه برضه عشان ما يحسش ان انا مثلا اهملته او مش واخده بالي منه، او يحس بالتجاهل. الاطفال في السن ده بيلاحظوا بسرعه جدا. انا عندي زين كده،
فعلى قد ما اقدر بحاول ان انا يعني اعمل شوية واقعد معاه شوية، وهكذا بقى لحد ما اليوم بيخلص. باجي اشوف حصيلة الحاجات اللي انا عملتها في نهاية اليوم، لا فبلاقي الحمد لله ما شاء الله انا عملت حاجات كتير. يعني لو فضلت يعني الحاجات اللي انا بعملها دي على مدار الاسبوع، فان شاء الله ان شاء الله يعني هنكون خلصنا الشقة. ولما بنقسم المهام بتاعتنا على فترات، سواء بقى على ايام او اليوم بقسمه لكذا جزء زي ما قلت لكم، فده بيخلينا نعمل الحاجة باتقان. يعني انا عملت الركن خلاص اهو، الشيلت والظهر بتاعها، وما ننساش الجزء اللي هو الايد اللي انا بعمل فيه، وكمان الجزء اللي تحت واللي في الجنب واللي في الظهر. كل ده عشان برضو هو الحاجات دي كلها تاخد منك مجهود شوية، بس بعد كده تحسي ان انتي ارتحتي. والركنة ما تتغسلش غير لما تكوني كنست من تحتها كويس، وعملت كده بالموب حاجة بسيطة، مسحت كده حاجة بسيطة يا دوب، بس شلتي الهبو بتاع التراب. طبعا علشان انا الظهر بتاع الركنة عندي زي ما انتوا شايفين كده مخرز، فكان صعب ان انا اعمله بالغطا. الغطا كان سهل معايا جدا في الشلت وفي في الدراعات من تحت، لكن علشان اعمل بقى الظهر اللي هو المخرز اللي فيه زي مثلا زراير كده، فكان صعب. فرحت جايه شايله الغطا وبدات ان انا استخدم الفوطه بس، يعني بمل الفوطه واعصرها كويس جدا. وعايزه اقول لكم ان انا غيرت الميه مرتين، بالذات الجزء اللي تحت الشباك ده كان مليان تراب كتير قوي. فبقيت اعمل بالفوطه كده كويس جدا. وبرده يعني احاول على قد ما اقدر الاماكن الصغيره الضيقه دي احاول ان انا اظبطها من اي تراب. وخلصت الركنه وده كان شكلها، حبيت ان انا اوريكم الشكل بتاعها من قريب. بصوا يعني بتلمع بتبرق، ريحتها حلوه، بقت نضيفه ما فيهاش اي حاجه خالص، كاني حرفيا لسه شايله من عليها الكيسه بتاعتها ولسه شاريها جديد. لو لاحظتوا اي حاجه كده، لا دي مش بقعه، دي بس مكان الميه لسه الركنه بقى سايباها تنشف. البلكونه للاسف عشان انا عندي غسيل، فما كانش ينفع ان انا اشيل الشيله احطها في الشمس. بس انتوا لو البلكونه عندكم فاضيه فشيلوا الشيله تحطها في الشمس كده حوالي ربع ساعه او نص ساعه، تتشمس وتنشف وتتعقم. وبصوا يعني تسلم ايديكم. ده كان شكل الميه بعد ما غيرتها مرتين. انتوا متخيلين بقى كميه الحاجات اللي كانت في الركنه عامله ازاي؟ لو عملنا الركنة كده أنا بعملها مثلا بصراحة في رمضان، دخلت رمضان مثلا، دخلت عيد، التنظيفات الصيفية، التنظيفات الشتوية، فتقريبا بعملها في السنة حوالي مثلا 5 6 مرات. الكرسي ده بقى أكتر مكان زين بيحب يقعد عليه، فزي ما انتوا شايفين كده باين خالص ان هو كان متبهدل والبقع كبيرة، وايديه ساعات كانت بتبقى مش نضيفة وكان بيبهدل لي يعني المكان ده. كنت بفكر في حاجة ان انا افك السوستة بتاعت الشلتة بتاعت الكرسي واشيلها اغسلها، بس بصراحة تركيبها بيبقى صعب جدا، فممكن اعمل الحركة دي للركنة وللانتريه مرة مرتين في السنة بالكتير قوي، لان على ما بركبهم حرفيا بتكون روحي طلعت. فقلت لا انا هجرب الخلطة دي واللي انا عملتها للركنة، يعني بما انها جابت نتيجة في الركنة فاكيد هتجيب نتيجة في الكرسي. فروحت جايه مغيرة المية للمرة الثالثة او الرابعة مش فاكرة، انا غيرت المية كتير. وبدأت بقى جبت فوطة تانية نضيفة خالص، وبدأت بقى ان انا اشيل الاول فوطة ناشفة، شلت اي اتربة واي وبر زي ما عملت في الركنة بالظبط. صوت المية اللي سمعتوه جنبي من شوية ده على طول ده كان زين ماسك الازازة اللي بنشرب منها المفروض، وده الاهالي كلها على السيراميك. يعني بصوا انا حاسة ان انا اكتسبت تناحة ولا مبالاة، فعملت نفسي مش شايفة، يعني عملت ان انا ايه، تجاهلته. فلقيته راح جاب فوطة من المطبخ هو عارف مكانهم، وراح جاي منشفهم. الحمد لله التربية الإيجابية بدأت تجيب نتيجة. عملت الكرسي اهو بقى زي ما انتم شايفين، بس اخد مني بصراحة وقت يمكن اكتر ما الركن اخدت مني وقت، لانه كان متبهدل من كل حتة. شايفين بقى الشلتة بعد ما عملتها بالخلطة دي ما بقاش فيها الحمد لله، يعني البقع اللي فيها ما بقتش باينة خالص. خلصت الكرسي هو كمان اتلمع واتظبط وتعقم وكل حاجة الحمد لله، فل شمعة منورة وتمام وزي الفل. سبت بقى الركنة كده تنشف، فتحت الشبابيك على الاخر، وكده كده الستاير الشيفون انا شايلاها، والستاير القماش انا هركناها على جنب، وبرده دي هتتشال علشان نغسلها. دخلت بقى على المطبخ قلت على ما الركنه والكراسي تنشف. دخلت بقى شفت الحوض كان فيه طبعا اطباق وكوبايات من الغدا بتاع امبارح، فبدات كده ان انا اخد الحاجات دي اغسلها. زي ما انتوا طبعا متعودين وعارفين ان المواعين لازم تتصب من الاول، وبنسيبها حوالي 15 دقايق،
وبعدين واحنا بنغسلها بميه تكون برضو سخنه، علشان منها تتعقم كويس، ومنها لو مثلا كنا عاملين اكل فيها سمين او حاجه الدهون تتشال معانا بسهوله، وكمان الدهون اللي تبقى في الحوض تدوب وتسيح على طول، ما تعملش معانا تراكمات، وعلشان يعني الحوض في الاخر ما يبقاش ريحته مش احسن حاجه. اغلبكم اقترح عليا في التعليقات قالوا لي عارفين انتي لما بيكون مثلا في برامج تلفزيونيه او في اي حاجه عموما، الناس اللي بتنزل المشاكل بتاعتها او على الجروبات بتاعه الفيسبوك او الواتساب او ايا كان يعني سوشيال ميديا، فممكن تجيبي مثلا مشكله من المشاكل دي وتعرضيها علينا، بحيث بقى كل واحد يفكر ويقول الحل. زي مثلا ايه، عامله زي لغز كده. فبصراحه عجبتني الفكره، فقلت بقى يلا بينا كده نبدأ بأول حاجة. وانا بقلب على جروب على الفيسبوك امبارح، شفت مشكلة. بنت لسه متجوزة بتقول انا متجوزة عن حب 9 سنين. انا مش عارفة كانت بتحبه بقالها قد ايه، يعني هما في اعدادي ولا ايه. المهم يعني تغاضيت عن النقطة دي. بتقول كنت بسمع كلامه في كل حاجة وبنحب بعض جدا ومفيش اي مشاكل، لحد ما جينا قبل الفرح بحوالي شهر بدأ يتحكم فيا هو واهله، وكنت باجي على نفسي وبسمع الكلام علشان امشي الدنيا والجوازة ما تبصش، رغم ان اهلي كانوا بيزعلوا مني. يعني بتقول يعني جينا قبل الفرح برضو باسبوع كنا بنشتري حاجات انا وبابا وماما، واتأخرنا بره، كانت الساعة 12 او 11 ونص، فاتصل بيا مفكرني في البيت، فقلت له لا انا لسه بره مع اهلي. فبتقول اتعصب عليا وصوته عالي وقعد يتخانق وسيبي اهلك وروحي. بتقول انا طبعا سمعت كلامه واهلي زعلوا مني جدا في الموقف ده، وسمعت كلامه وروحت وسبتهم هما يكملوا باقي الحاجات دي. انا برضو النقطة دي ضايقتني جدا، اللي هو ما انت مع اهلك انت مثلا، وكمان يعني بتجيبي حاجات لبيتك ان شاء الله، فانت ما بتعمليش حاجة غلط. فكذا حاجة كده في الحكاية دي هتستفزكم جدا. فبتقول جينا بقى بعد الجواز بدأ معاملته تتغير معايا، عصبية وشتيمة، لحد ما وصلت لدرجة بيه ان هو كان بيضربها. وكان يعني هي متجوزة في بيت عيلة، اهله كانوا يطلعوا يفطروا ويتغدوا ويتعشوا عندها في الشقة، واخواته البنات ويسيبوا لها المواعين ويكركبوا لها الشقة وكل حاجة حرفيا يسيبوها لها، وينزلوا وهي بقى اللي تقعد تنظف وتمسح وتكنس وتعمل كل حاجة تحت عند حماتها وفوق في شقتها. التلاجة كانوا يفتحوها وياخدوا منها الأكل، كان بيحصل حاجات كتير جدا من النوعية دي، وما كانتش بتحكي ولا بتقول لأهلها. فبتقول فضلت على الحال ده لمدة سنة، بس رغم كل ده أنا لسه بحبه وخايفة أقول لأهلي، عشان عارفة إن أنا لو حكيت الحاجات اللي بتحصل لي دي لأهلي هيخلوني إن أنا أروح أقعد عندهم وهيطلقوني منه، وأنا لسه بحبه ومش عارفة أعمل إيه. وده كانت المشكلة العويصة بتاعتها. أنا عايزة أقول حاجة بس، يعني يغور الحب اللي بالطريقة دي نفسك وكرامتك واهلك فوق كل شيء، لان ما حدش بيجي يفتكر الحاجات دي ويقولك ده انت فعلا جيتي على نفسك وعملتي 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 علشاني، ده انت مثلا استحملتيني، ده انت استحملتي اهلي. لا، ما بشوفش انا الحاجات دي في الرجاله بصراحه، غير قله قليله. والايام دي تعتبر الحاجات دي بقت منعدمه، ما بقتش موجوده. فانتي طالما رضيتي بالوضع ده لمدة سنة كاملة مش واخدة اي موقف، ومش قادرة تعملي لنفسك شخصية ولا كرامة ولا تعملي كنترول على نفسك، فاحب اقولك ان انتي وبالمناسبة هي كمان حامل وقربت تولد، فانت كده ظلمتي ولادك قبل ما تظلمي نفسك. هيجي يوم من الايام وهتطلقوا مستحيل تكملوا، وده رأيي. لا مستحيل يكون في يعني، مش هيبقى بيت دافي كده بقى، ان انتوا تربي عيالكم في امان وكل واحد عارف مسؤولياته ايه وبيعملها. فلا انا فعلا بشوف مشاكل من النوعية دي كتير، انا مش عارفة البنات بيعملوا في نفسهم كده ليه. انتوا بقى ردوا عليا في التعليقات وقولوا لي كده الحلول بتاعتكم، المفروض هي تعمل ايه. بجد انا مستنية اشوف التعليقات بتاعتكم وافكاركم. خلصت وحطيت الستاير في الغسالة الحمد لله، وعملتها على الدورة اللي هي ال20 دقيقة، درجة حرارة بتكون 40. وبس كده، لما الغسالة تخلص هروح جاية واخدة الستاير حطاها في الشمس ونشرها. انا عارفة ان الغسالة عايزة تتلمع، انا قلت بس هخلي كده في يوم كله بحيث المع كل الاجهزة كلها مرة واحدة، واقول لكم برضو على طريقة تلمعوا بيها كل الاجهزة السوداء، بالذات البنات اللي الحماس اخدهم وجابوا اجهزة بتاعتهم سوداء زي كده. هقول لكم برضو على طريقة حلوة تلمعوا بيها الأجهزة دي.
قعدت بقى استريحت لي كده حوالي 3 4 5 ساعات بامانه، لان كنت حاسه ان انا خلاص طاقتي زيرو وعماله اجري ورا زين في كل مكان، لان هو بقى صعب وخطر جدا. بيقف على ظهر الركنه وبيبقى عايز يفتح الشباك بتاع الصاله، بروح اجيبه من عند النيش بيفتح باب البلكونه وبيدخل، فمخلي عيني بجد في وسط راسي، ببقى قلقانه وخايفه عليه طول الوقت. الغدا بتاعنا النهارده بقى ايه؟ اكله كان بقالي كتير نفسي اكلها. انا الفتره دي مش عارفه جايه عليا نفسي رايحه الاكلات كتير عايزه اعملها. هعمل لحمه بالبصل بطريقه كده بجد تحفه هتعجبكم قوي. قطعت اللحمه وقطعت الخضار، واخدت بقى الفوط بتاعه المطبخ كلها بعد ما خلصت الركنه والانتريه وكل حاجه، وعملت دوره خل للغساله. بحط نص ازازه كامله من الخل، مش بحط برسيل، وبزود بس معلقه صغيره كربوناتو وبس، مش اكتر من كده. وبشغلها بقى الدوره اللي هي بتكون كامله ساعه، بحيث ينضفوا ويتعقموا كويس جدا. وده بصوا منظر المية كانت عاملة ازاي، كانت بجد صعبة قوي. فانا لازم اعمل الحركة دي كل اسبوع. بعد ما خلصت اللحمة وتقطيع الخضار، هعمل بقى شوية رز بشعرية كده مفلفلين وحلوين وطعمين زيكم. اللحمة بالبصل بعملها ازاي؟ اول حاجة لازم يكون عندكم دهن، سواء بقى دهن ضاني، وده انا كنت مستخدماه النهاردة بصراحة، او دهن جملي او عجالة، اي حاجة المهم يكون مثلا فيه نسبة دهون كده. وبحطها في الحلة تتشوح كويس، وبعدين ببدأ انزل باللحمة وبحط سمنة او زبدة بلدي، واشوح اللحمة والدهن ده كويس جدا مع بعضه. وبعدين ببدأ انزل بقى بالبصل والطماطم والفلفل الاخضر، ملح وفلفل اسود، 7 بهارات، مش اكتر من كده توابل، وبيبقى طعمها بجد حلو جدا. وببدأ بقى ان انا ازودها ميه مغليه بحيث اغطيها ميه مغليه، وبزود كمان معلقه صغيره من السكر ليه؟ زي ما قلت لكم قبل كده، عشان بيزود او بيسرع من عمليه التسويه. اللحمه اللي انا مستخدماها من السن عادي، في قطعيات بقى بتبقى مميزه لكباب الحله ده، بس سعرها بيكون عامل 450 460. انا مستخدمه اللي هو السن العادي، بيبقى ب250 جنيه. المزرعه كانت عامله عروض عشان عيد ميلادها، واللحمه كانت ب250، وكانت عامله خصومات على حاجات كتير جدا. الستيك والبفتيك سعرهم كان نازل من 440 جنيه ل 330. فانا بقى استغليت اليوم ده، بس بجد اليوم كان صعب لدرجه لا تتخيلوها، بس الحمد لله ان هو عدى على خير. اللحمه بقى بسيبها نص ساعه او ساعه الا ربع حسب القطعيه، زي ما قلت لكم بتطلع معايا دايبه، والصوص والخضار اللي احنا حطيناهم فيها بجد طعمها بيبقى حلو كده. واحسن حاجه ان طبعا نستخدم اللحمه البلدي، ريقها بيبقى مسكر زي ما اجدادنا كده كانوا بيقولوا. وعملت جنبها شويه الرز بشعريه طالعين مفلفلين وحلوين اهو زي ما شفتوا، وكمان شويه سلطه. وده بقى كان الغدا بتاعنا النهارده. دايما بعد كل حاجه بعملها بحب ان انا اكافئ نفسي كده واشجع نفسي، واعمل حاجه انا بحبها. كان برضو عندي نيه كده ان انا اعمل كيكه، بس بصراحه حسيت ان انا طاقتي مش قادره، فخفت الكيكه تبوظ مني او انسى حاجه او احط حاجه زياده، لان انتوا عارفين ان الكيكه كده تعتبر من الحاجات الحساسه جدا. فقلت خليني اعملها في وقت تاني. الفيديو بتاعنا خلص، روتين النهارده خلص الحمد لله على خير. اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه، وما تنسوش ان لسه في فيديوهات كتير جايه جدا، هنعمل مع بعض تنظيفات كتير هتعجبكم ان شاء الله.